طبعا مثل ما شايفين عم يحاول يحكي بس ما عم يحسن عبد العزيز ولا عم يسمعنا لحتى. عبد العزيز بحاجة لزراعة حلزون، وللأسف دخلوا لتركيا وضلوا 5 شهور بتركيا بس ما حسنوا يعملوا العملية، بحاجة لأجور وتكلفة العملية وثمن الحلزون. طبعا أنا بناشد أهل الخير والمنظمات الإنسانية بمساعدة عبد العزيز. هي العملية، عملية زراعة الحلزون في إلى مدى عمري معين، كل ما زاد العمر فنسبة الاستفادة من العملية بتكون أقل. فاليوم الطفل عبد العزيز في آخر، يعني مثلا نقول آخر مدة زمنية له، آخر سنة، إذا ما عمل العملية في خلال الفترة الزمنية القصيرة بتصير استفادته مدة قليلة جدا. الطفل عبد العزيز مثل ما شايفين هو بحب الألعاب اللي تعتمد على التركيب والفك والتركيب، مثلا نقول ألعاب ميكانيكية أكثر. وطبعا التعامل معه والتفاهم معه صعب شوي لأني هو ما بيسمع. أحيانا بيكون ضايج كثير، يعني بصير التعامل معه صعب، مثل هلا يعني مثل ما شايفين بدك خرب الألعاب. عمره 4 سنين مثل ما ذكرت سابقا. مثل ما شايفين هاي الحركات اللي أهله بيتواصلوا فيها معه، ما عنده غير الحركات، فبيعانوا كتير من هالقصة. نحن بدنا ننقذ طفل عبد العزيز. عم يحاول يحكي بس للأسف ما عم يحسن ولا عم يسمع. بناشد أهل الخير، بناشد أي منظمة قادرة لإدخال الطفل عبد العزيز لتركيا وإجراء العمل الجراحي لإله. طبعا العملية بتكلف من 12 ل 14 ألف دولار. أنقذوا الطفل عبد العزيز، وطبعا انخليت خربت، وأي شخص قادر يساعد عبد العزيز ما يقصر معه. السلام عليكم ورحمة الله.